أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى الجزء الثاني من ركن الفنون، وهو ركن الحوار. بنسعد كثير جدا أنه يكون في معيتنا واحد من الشباب صغار السن اللي قدر أنه يحقق واحدة من طموحاته، واحدة من أحلامه، اللي هو في مجال الإخراج ومجال التمثيل والدراما بشكل عام، الشاب سليمان حسن. مساء الخير عليك. مساء النور عليك. وأول حاجة أنا في كل لغة لي ببداها بأنه شنو بترحم على شهداء بلادي الذين قدموا أرواحهم عشان نحن نحيا يعني في حرية وسلام وعدالة، مع إنه لسه نحن ما عشنا الحرية ولا السلام ولا العدالة، لكن برضو يعني أنا بحييهم لأنهم قدموا بأرواحنا وسبقونا، وإن شاء الله نحن ذاته إذا ضاقت ممكن نحن ذاتنا يعني في يوم من الأيام نلحقهم، لأنه هم يعني بسببهم نحن حاليا قاعدين قعدتنا دي، وانا حاليا يعني من ضمن الناس يعني بسببهم هم انا قدرت انه اقدم ذاته او ابدع في مجال الدراما او كده، لانه كان اغلبيه الشغل بتاعي كان بيتكلم عن الواقع والمجتمع. فدي اول حاجه، وشكرا على الاستضافه الجميله دي يا حبابك. يمكن واحدة من الحاجات اللي لاحظنا انه انت صغير في السن يا سليمان، وقدرت اللي هو تنجح في مجال الاخراج والتمثيل، وعندك منتوج ممكن نقول محترم فيما يخص اهتمامك بالقضايا الكثيرة المجتمعية. فدارين نعرف بدايتك كانت متى؟ والله انا المسرح ده اصلا يعني البدايه بتاعتي كانت من وانا صغير، يعني انا من زمان الروضه كده كنت بغني. كان في اغنيه اسمها النبق، يعني كنت بمشي بتاع الدكان يقول لي غني النبق بديك ال 100 جنيه الكبيره، بقول لي النبق النبق بدنجر كده، فالناس كانوا مبسوطين يعني عرفتي. فمن الوقت ذاك لما جيت الاساس بديت اشتغل في مسرح المدرسه. بطلع اول مسرحيه كان قدمت عليه، يعني كنت صغير الوقت ذاك في الصف السادس. كان تكلمت عن ابطال الورنيش وكده، فكان عندي زول صديق لي فهو كان بيشتغل ورنيش، فانا جيت ماري ولقيته في المحطه شغال، ضحكت فيه. قلت له يا زول ده شغال ليك وبتاع وشاكلنا. زمان طبعا لما تتشاكل الزول بيشاكله بيمشي نادي امه وانت بتنادي أيوة. امك، الموضوع بيكون عائلي كده. فامه جات وكوركت له ولدك ده وليه بيعمل مع ولدي كده، وولدي اصلا شغال عشاني وكده، فانا زعلت. فجات يوم بس يوم كان ثقافي، كان بيجيبوا الناس يعني الزمان كان بيشتغلوا المسرح الصامت في المدارس. فانا بس ليه قلت لي انا ما الفكره بتاعتي انه انا اشتغل حاجه كاعتذار لصاحبي ده. فبس جيت اشتغلت انه انا زول يعني بشتغل ورنيش. جا زول شنو ضحك فيني، جا زول ثالث قال له ليه بتضحك فيه، ده ما شغله اكل عيشه. يعني كان الموضوع بسيط جدا. فقدرت وصلت الرساله انه شنو يعني اي زول شغال بيعرق وكده يعني ده اكل عيشه، ما اكثر من كده. كان ده اول ظهور لي او اول مسرح اطلعه في حياتي. انت في السادس؟ في سادس اساس. ما شاء الله. بعد ذاك اللي هو استمريت وطورت الموهبه بتاعتك لغايه ما قدرت اللي هو يكون عندك مثلا ممكن نقول كاست وممثلين وتكون مخرج. دي مسؤوليه كبيره جدا، تحديدا اللي هو في الدراما السودانيه. فكيف قدرت اللي هو يكون عندك لغايه الان منتوج؟ والله في البدايه انا لما بديت يعني قبل موضوع التصوير كنت بشتغل مسارح عروض مباشره. ففي العروض المباشره يعني انا عرفت يعني اتلقيت المسرح كانه رساله. يعني طيب. المسرح انا ما من ضمن الناس ما قاعد اشتغل مسرح، يعني سايب بمشي بطلع مسرح بقول والله يا ضاني وجعتني وبتاع عشان اضحك الناس. انا ممكن اقول اضاني وجعتني وادخل معاها شنو رساله مسج. فدي الفكره حقت المسرح، انه حتى القالب الكوميدي اقدر اوصل بيه رساله. دي كانت بدايتي. فبقيت اطلع مسارح. في المسارح يعني مرات انا بيدعوني لمسرح بكون براي من الجمهور، يعني من الناس المنظمين والجمهور، بقول لهم يا جماعه انا دارينا فرين ثلاثه بس دي فكره دار اعملها. فبتكون حاجه شبه مستحيله، يعني نحن ما مبررين نحن. ايوه. فانا كنت بصنع من الجمهور ممثلين اوكي انهم يشتغلوا معي. فبديهم الادوار اللي هي شنو الخفيفه، وانا شنو بكون شايل بقول شايل الثقيله. بكون شنو بشتغل الشغل، والشغل دائما يعني قاعد يكون ناجح. ده موضوعي لما بديت. فلحد ما طورت الموضوع بقيت اقرا كتب بتاعت مسرح. تمام. وانا اصلا درست في جامعه هي عباره عن ثقافه عن مسرح. يعني مسرح ما مسرح يعني هزلي او كده، كان مسرح حقيقي عرفتي. فنحن كنا بنعكس واقع في زمن الصمت لما الناس كانت بتخاف. ايوه. كان بيخافوا من انهم يعني يقولوا الحقيقه. نحن في جامعتنا كنا بنقول الحقيقه. وكان بيشركوا لنا برا عادي سكونا، لكن كنا بنعكس واقع، بنتكلم عن الواقع الحقيقي
بتاع المجتمع بدون خوف، لانه نحن حرين في الجامعه بتاعتنا. ما شاء الله. فدي كانت بدايتي في الجامعه اكثر حاجه يعني. وبعد ذاك بديت لمرحله انه تعلم مارس علم. انا تعلمت المسرح ومارسته، وبديت لمرحله انه انا اعلمه. فبديت في مدرسه من مدارس الثانوي اللي هي مدرسه ذاته. جيت خشيت يعني علمتهم المسرح، بديت اعلم يعني كيف انك تمثل بتاع، حتى انه ما حاجه صعبه والله هي صعبه، لكن لما انت تمارس وتدرس وتعرف الخطوات الاساسيه بتاعت المسرح بتقدر انه يعني تقدم رسالتك، او تقدر انك شنو تصنع تيم من العدم. يعني دي الحاجه انا قاعد شغال بنظام شنو اتصرف بس. يعني بتصرف في اي حاجه. انا ممكن اي احتفال يعزموني برا يجي اصنع مسرح الناس تتخلع، هيدا ما كان قاعد جنبي هسي. يعني دي الفكره. فدي المرحله او الليفل اللي ممكن شنو انا شايف نفسي انه انا ما ناجح، لكن ما فشلت في الحاجه اللي انا قاعد اقدمها. قاعد تحاول. لسه قاعد احاول وحقيقي ما حقيقي يعني. صحيح. يمكن الدراما السودانيه بحر، وكونه ان انت تكون ممثل ومخرج وقادر انك تقنع الجمهور اللي قدامك وتوصل رساله معينه، دي حاجه صعبه جدا. فدار اعرف كيف سليمان قدر من خلال اللي هو هذا العالم الكبير جدا انه يقدر يقنع الجمهور، الناس كثيره تتابعه. شنو الحاجات اللي ساعدتك؟ والله الحياه اللي ساعدتني انه انا يعني السوشيال ميديا عرفت كيف انه انا استخدم السوشيال ميديا صح. يعني كل الناس في السوشيال ميديا في فهمهم انه السوشيال ميديا في السودان يعني الواحد بيطلع بكورك كده بتاع، بيعمل له رياكشن كده، السودان كله بكورك معاه، الفيديو بيعبر صح. نحن يعني المجتمع ممكن اقول لك يعني اتعودنا على انه نحن نشوف الحاجه الما ظابطه ونعبرها. لكن شنو انا قلت ليه ما انا اجيب لهم قالب بتاع حاجه ما ظابطه بنفس فهم المجتمع وادخل لهم جواها المسج. فبقيت اشتغل بفهم المواطن انه انت يا مواطن يعني الحاجه الما ظابطه انت بتعبرها. طيب انا اجيب لك حاجه بدايتها ما ظابطه وفي النهايه تلقى الرساله وتلقى نفسك شنو اتلقيت الموضوع. فانا اشتغلت في الجانب ده، فبقى يعني عندي ناس متابعين، وفي ناس بتجيبهم يعني فيديوهات بيردموا السودانيين. طبعا انت لو يعني بقيت ملاك بيردموك. يعني دي حاجه يعني شنو نحن في يعني نكون مثبتينها يعني انت لو بقيت زول ظابط شنو برضه بيردموك، ما عندك موضوع امشي في لك بالله العبوا. يعني دي تعليقات، لكن التعليقات ده انا كنت بشيلها يعني زي السلم. التعليقات ده انا باخدها كسلم كده وبطلع عليها اللي هو انا عشان انجح. ده المبدا اللي كنت ماشي به، يعني انقذني عشان انا اتقدم. طيب. فاي نقد بحوله لنجاح. طيب رايك شنو يا سليمان، احنا والمشاهدين مع بعض نشاهد لوحده من الاعمال بتاعتك ونرجع نعلق عليهم مره ثانيه. تمام. طيب خلونا. اخباركم شنو يا شباب؟ والله انا مستمتع من القهوه، والله 100 100 يا جماعه. ليه شايف اللي دي ده شابكني لك ما عارف مجنون وما عارف شنو بتاع وداري ما عارف يا تو مجنون يا المجانين ما اقول لك اسمه قتلوه والله ده معذبني عذاب في الحين. قتلوه؟ ايوه انا بسبب قتلوه ما وقعت من السرير وانا نايم امبارح يا زول. والله يا جماعه قتلوه ده والله يا جماعه اقسم بالله بس سايب تسووا مع الناس. أزول يا جماعة أقسم بالله زول مسكين يا أخي، والزول ده أقسم بالله يا جماعة قصته طويلة، أقسم بالله طويلة عديد. قتلوه أخوي قتلوه أمي قتلوه أبوي قتلوه والله يا جماعة قتلوه ده قتلوه قصته طويلة. قتلوه ده جا يا جماعة قتلوه يا جماعة قتلوه ده لما قاعد يقول قتلوه الزول ده يا جماعة قصة طويلة. الزول ده أول حاجة ده زول فقد أسرته كلها فقدها بسبب عدم عدالة في البلد. يعني ما في زول شغال بيه ولا شغال بأسرته. الزول ده يا جماعة زمن القيادة الزول ده كان هو وأخوه هو عنده أخوانه 2 كانوا قاعدين في القيادة. لما جاء فضل الاعتصام عنده أخوه قتلوه قدامه رفع أخوه بيدينه وأخوه الثاني لحد هسه ما لاقيه. وفي الفترة اللي فاتت زمان كان الحرامية لافين وكده أمه وأبوه كانوا ماشيين في الشارع ده في الظلم بتاع ال15 ده كان في الشارع ده ماشيين. أمه وأبوه مش كان في مرة وراي قتلوهم. يلا دول أمه وأبوه قتلوهم والناس كانوا بيعاينوا، الناس طعنوهم والناس بيعاينوا جروا وما في زول عاين لهم والقسم كان جنبهم. عشان كده الزول ده خش في الحالة دي لأنه ما في أمن وما في عدالة وما في زول شغال به ونحن بنضحك فيه
نحن المفروض ما نضحك فيه. انت ما دام وقعت من السرير ده المفروض تقوم طوالي تعرف قصه الزول ده شنو. نحن المفروض كلنا نمشي نقيف معاه، نبقى له اسره، لانه الزول ده ما لاقي عداله وما يلقى ناس يقيفوا معاه شينا لحقنا. والله يا جماعه نحن المفروض بدل نضحك فيه نمشي نقيف معاه ونجيب حقه. والله يا جماعه والله جد الناس المفروض تقوم. احنا ما الدعاء ده هنا ما بيفيد. الزول ده هسه لو مشى بالزمن ده كوري كده لو مات دقته عربيه نقول منه فرح يا جماعه. كلنا يا جماعه نمشي نقيف معاه بس فرحكم. طيب يمكن احنا شاهدنا معك يا سليمان الفيديو، ويمكن القصة حدثت لكثير من الشباب تحديدا في الأيام الصعبة اللي مرت عليه كل الشعب السوداني، وانت يمكن اخترت أكثر حاجة ممكن تهز جوانا حاجة إنه كون إنك تفقد أمك ولا أبوك ولا واحد من عيلتك ولا واحد من أصحابك، يعني دي حاجة صعبة جدا. فدار أعرف الرسالة اللي أنت وصلتها من خلال الفيديو، ودايرين نعرف برضو الفكرة، شنو السبب اللي خلاك إنه أنت تختار الفكرة دي تحديدا؟ اول حاجه يعني انا لما تجيني فكره، الفكره انا ما بجيب يعني بجيب فكره خارم بارم، اللي هي انا الفكره بيكون عندي حاجه اسمها الموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي بتاع الفكره دي انه انا اصلا يعني من ضمن الناس يعني عندي ناس فقدتهم عرفتي، فكانوا معي كنا قاعدين سوا في ترس القياده وكده. فالحاجه دي خلتني انه انا ليه انا ما الحاجه دي انا اقوم اوريها للمجتمع انه بجد يعني نحن في ناس. انا الفيديو ده قمت يعني نشرته انه ده حال اسر الشهداء حاليا وحال اي زول يعني عنده زول مفقود، ده حالهم هم عاملين كده، يعني فيهم الجنه في الشارع وفيهم يعني انا يعني اخوي وامي يعني يقتلوا. انا الحاجه دي بتخليني انه انا اطلع. فنحن بنشوف ناس في الشارع يعني زول في الشارع اللي بتلقاه عنده حاله نفسيه ده نحن نضحك فيه. صح. فالفكره انه انا ما اضحك في الزول ده، الزول ده انا ممكن احتويه ممكن اجي اساله انت مشكلتك شنو؟ فهو بكون يعني في شبه ما بين واعي وما واعي. لكن انت لما تضحك فيه كل ما ضحكت فيه هو بكون ما واعي اكثر وهو بكون فاقد. فدي الفكره انه نحن يعني مفروض اول حاجه نركز مع الناس اللي في الشارع دي المسج انه اي زول في الشارع ده نحن المفروض نحتويه، نعرف قصته شنو. احتمال الزول ده بجد احتمال نحن عندنا مفقودين كتار ما لاقينهم، فيمكن يكون واحد منهم يعني. فدي الفكره هنا. والرساله انه يعني للحكومه ذاته اللي هي لسه ما جات، الحكومه دايرنا نحن لسه ما جات، يعني لما تجي لقدام ترجع للفيديو ده وتشوف انه نحن محتاجين شنو؟ محتاجين عداله، محتاجين انه يعني ابسط حاجه يعني حق انه انا اكون ماشي في الشارع في امان. صحيح. يعني من غير ما انه زول يتعرض لي. ابسط حاجه انه انا يعني جريمتي او الزول اللي قتل اخويا وكده ده يجيبوا لي حقه. دي الفكره هنا ودي الحاجه المطلوبه لقدام يعني. طيب بالنسبة للشباب اللي مثلوا معاك وداير أعرف برضو استخدمتوا الكاميرات، كيف التفاصيل التقنية دي؟ طيب انا يعني بتجيني الفكره لما تجيني يعني طوالي كده بمشي لاقرب زول صراحه كده يعني. اقرب زول يكون مثلا يعني بيمثل او ما بمثل، انا بجيه يا معلم يا اخي انا عندي فكره. انا طبعا شغال بنظام لا تؤجل عمل يوم الغد طوالي. يعني الفكره اللي بيجيني طوالي بنفذها. حتى لو جاتني في السوق ممكن انفذها مع تجار السوق. السلام عليكم عندي فكره بس تعالوا يعني الناس بتستقبل الطرح بتاعك، بيستقبلوا الموضوع. حتى يعني الشباب اللي قاعدين في الفيديو ده ما حصل قبل كده مثلوا اصلا. فبس انا جيتهم ووريتهم الموضوع وعملنا بروفه خفيفه طوالي، لانه التصوير بيفرق من العرض او المسرح المباشر. التصوير سهل بالنسبه للعرض المباشر، يعني انا ممكن اغلط في المسرح، يعني يكون ما مبرر لي كويس بغلط في نص في حوار. لكن لما انا اكون اكشن قول السلام عليكم السلام عليكم، انا بشوف السلام عليكم الضابطه وينها اللي هي بتجي معايا انا كزول يعني اخرجت الفكره. فبشوف الموضوع تصوير، بعد ذاك بمنتجه. المونتاج ده مونتاج تليفون، يعني انا بشتغل بالتليفون في تطبيق اسمه انشوت بشتغل به. فبركز على ناحيه شنو؟ انا عندي يعني مبدا ماشي به، التصوير، الاضاءه تكون كويسه تمام، والفكره تكون قويه. تمام. دي الحاجه اللي انا شنو بكون
استخدمت اللي هو شغال بيها. كاميرا واحده. هاي دي كاميرا واحده هاي. متعب لكن الموضوع ده. متعب لكن انا تعودت عليه، يعني هسه انا ممكن اشتغل 90 مشهد بكاميرا واحده. يا سلام. هاي الحقيقه بيستغرق لكن منك زمن طويل وتفاصيل كثيره. الفيديو ده انا بمونتاجه ما اخذ من 24 ساعه. يا سلام. طيب واحده برضو من الفيديوهات اللي انت اشتغلتها خلينا نشوفهم مع بعض وبرضو نجي نعلق عليهم مره ثانيه. نشوف. اسمعني، دفيني عليك الله، دفيني عليك الله. دفيك كيف يعني يا صعلوق يا حيوان؟ انا ما قصدي حاجه، قلت لك دفيني بس، والله قلت لك. ما عندنا موضوع يجيب من هنا يا زول. تعالي بدو موت ناس يا اخي. انت زول ما مربى ولا شو؟ ده ما ولد ناس يا اخي. جاب منك من اصلا. عيننا دول ناس كتير. حرامي. تعالي يا زول. هاك يا اختي، هاك شنطتك يا اختي، هاك. اعمل حسابك، البلد دي والله ما مضمونه، اعمل حسابك كويس؟ يعني ما امسك شنطتك قوي يا اختي، كويس؟ معلش انا قبل فهمتك غلط. لا يا اختي، لا عليك الله. ما داير والله ما داير يا اختي، ما داير. لا والله انا ما داير قروش، الحمد لله والله. شيل يا اختي. اتوقع الرساله واضحه من الفيديو اللي هو ناس كثيره بتسيء الظن. ايوه. فانت تناولته اللي هو في اساءه الظن وفيما يخص برضه المتشردين، ممكن نقول اللي هو اطفال الشوارع. ايوه. فالفكره هي يعني انه في ناس كتار بيكون الواحد هو ما عنده اي شيء، لكن كرامته يعني ما بتسمح له انه يشترك او انه يعني يقول لي زول الديني. فدي الفكره هنا، انه ما كل الناس اللي بتلقاها في الشارع هي اصلا هي يعني بتتسول او هي حراميه. يعني الناس فاهمه انه اي زول في الشارع ده لا ده حرامي، انا امسك تليفوني. لا، الحاجه دي هي حاجه نفسيه. يعني انا لما اشوف زول في الشارع احيل له كده واستحقره، يلا الزول ده بعد شويه هو لو ما حرامي يمكن يزعل مني يجي يدقني ويشيل تليفوني ذاته. صحيح. لانه بجد يعني دي الفكره هنا، نحن المفروض نزرع طاقه ايجابيه في الناس اللي بنلقاهم في الشارع، حتى لو ما عندنا حاجه بس نضحك لهم، نحسسهم انه شنو يعني نحن يعني معاكم، يعني نحن اخوانكم. فالحاجه دي نحن برضو شفناها في القياده العامه، انه كل الابطال اللي كانوا قاعدين في الشوارع لما جو في القياده العامه اتمزجوا مع الناس، لا في زول سرق زول، لا في زول يعني كانوا عايشين حياه جميله جدا مع الناس. فالقياده كانت مدرسه صحيح. فمن القياده انا اخذت فكره انه الناس ديل يعني هم ناس بسيطين، هم ناس كرامتهم فوق كل شيء. يا سلام. يمكن دي المحريه فيكم شباب السودان العظيم، وانت واحد من الشباب اللي قادر ممكن نقول تترجم كثير من القضايا وتستفيد برضه من الحاجات المحيطه حوالينا عشان ترسل رسائل ايجابيه للمجتمع. الشاب سليمان حسن ممثل ومخرج حسين عفوا ممثل ومخرج سينمائي، كنت ضيف معنا في فقره ركن الفنون. شكرا جزيلا لك. يديك العافيه. يديك الف عافيه. طيب مشاهدينا الكرام، دي كانت فقره ركن الفنون مع الشاب سليمان حسين، هو ممثل ومخرج سينمائي. بنتمنى له ان شاء الله يا رب كل التوفيق والنجاح.